السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي شيوات أم نزار. مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية بإذن الله تعالى. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا عبارة عن بيني. البيني اقتصادي غير بيضة وحدة كتخرج لكم كمية وفيرة وكاس ونص الحليب. البيني اللي كيجي خفيف ظريف، ساهل ماهل، ما كياخذش الوقت بزاف، يعني تقدروا توجدوه في الدقيقه 90، ما كيحتاجش يخمر بزاف وياخذ لكم الوقت بزاف. من اليوم يعني ما غاديش توليو تفكروا فيه بزاف باش تصايبوه، لحقاش دغيا كيوجد وما كياخذش الوقت بزاف. وان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هنا ندوزو لطريقه التحضير. عندي هنايا في المقادير كيف ما كتشوفوا معايا كاس ونص ديال الحليب، كاس بعبار ديال كاس العنبه. عندي هنايا الفاني، ديروا واحد ساشيه د الفاني، 3 معالق ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. غادي ناخذوا واحد 3 المعالق الدقيق على حسب الخليط، يعني الدقيق على حسب العجينه شحال خدات لكم. درت هنا واحد 3 المعالق ديال الدقيق اولا حتى 5 المعالق. هنايا راه باقي غادي نزيد الدقيق كيف ما غتشوفوا معايا. غادي نخلط هاد المكونات هما الاولين وغادي نخليهم هكا غير واحد 5 دقائق، يعني ما تفوتوهاش، ونكملوا يعني العجينه ديالنا، يعني باش تفاعل لينا هذيك الخميره مع دوك المكونات. وغادي نكملوا العجينه ديالنا ديال البين. كيف ما شفتوا هنايا خلطتهم مزيان بالضراب اليدوي، وغادي نغطيهم بواحد البلاستيكه 5 دقائق ونعاودوا نرجعوا ليهم. وهنايا كيف ما شفتوا من بعد ما خليتهم 5 دقائق، راه كيف ما كتشوفوا المكونات راه اندمجوا مع بعضياتهم. هنايا خويت هذا الخليط في هذا المول هذا ديال الزاج. غادي نزيد عليه واحد البيضه. عندي هنا واحد القبيصه ديال الملحه. عندي هنا معلقه كبيره ديال الخل. غادي نخلط هاد المكونات على هذا الشكل كاملين. تقدروا تعجنوا عجينه بيديكم، المهم هنايا كيف ما شفتوا راه عاد بدينا، يعني غادي نعجنوها بيدينا. وهنايا غادي ندير الدقيق وغادي ندير خماره وحده. وهنايا غادي نحاولوا ندخلوا هذاك الخماره وهذاك الدقيق في هذيك العجينه. هنايا راه درت ايدي باش نعجن العجينه كيف ما كتشوفوا. غادي ندخل لها هذاك الدقيق كيف ما قلنا على حسب الخليط، العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش عاوتاني كتلصق في اليد. هنايا درت واحد 2 معالق كبار ديال الزبده في العجينه، وغادي ندلكها مزيان مزيان حتى كتدخل لها هذيك الزبده، حتى كتولي العجينه ديالنا يعني واحد العجينه اللي كتكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش وماشي جاريه ماشي قاصحه، فهمتوا؟ المهم انا غادي نوريكم هنايا العجينه كيف ما شفتوا راه كندخل هذيك الزبده. العجينه كتجي على هذا الشكل، تقدروا تعجنوها اكثر من هكذا. المهم انا كنت زربانه، يعني حاولت انني نعجنها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. العجينه راه زوينه تبارك الله. صافي هنايا غادي نرش بشويه ديال الدقيق، وغادي نغطي العجينه ديالي عاوتاني واحد هكا غير 5 دقائق، عاوتاني ما تفوتوهاش. وبداو يعني تقرصوا العجينه، او لا غير تساليو العجينه ديالكم قرصوها نيشان. المهم انا خليتها هنايا واحد 5 دقائق بما ساليت شي شغل كان عندي. وصافي درت هنايا كيف ما شفتوا راه دغيا كتخمر، لحقاش فيها الخميره، فيها معلقه كبيره د الخميره. وخصوصا يعني شويه كاين الصهد شويه هاد الايامات. وصافي هنايا كيف ما شفتوا غادي نخويها من هذاك الهواء اللي فيها. المهم كنحاولوا نحيدوا داك الهواء اللي فيها شويه. هنايا غادي ناخذ يعني غادي نقرصها فوق فوق هكا سطح العمل، وغادي ندلكها مزيان بداك المدلك على حساب السمك اللي بغيتو نتوما. هنايا قطعت هاد الوريقات ديال الزبده على هذا الشكل باش نحط عليهم هذاك البيني. وهنايا غادي نسرح العجينه ديالي على السمك اللي بغيتو. المهم هي ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش عاوتاني العجينه يعني غليظه. كاين اللي كيبغي شويه البين يكون غليظ شويه، يعني تكون العجينه ديالو غليظه شويه، راه كديروا العبار يعني كيف ما بغيتو نتوما. وهنا من بعد ما سرحت العجينه ديالي غادي نقطعها بهاد القطاعه هذه. قطاعه عندي صغيره شويه، يعني ما درتش الحجم كبير، على حسب الحجم اللي بغيتو عاوتاني راه كتحكموا فيه نتوما. صافي غادي نقطع على هذا الشكل كامل. راه هنايا غادي نوريكم العجينه السمك ديالها قداش. وهنايا غنحيدو هذاك شتي العجينه. المهم راه السمك ديالها غليظ شويه. غادي نجمعوا هذيك العجينه اللي بقات لينا هكذا، ونعاودوا نجمعوها ونخليوها واحد شويه بما قدينا هادو، ونعاودوا نقرصوها عاوتاني. وهنايا خديت واحد اللاطه درت فيها داك ورق الزبده اللي قطعته على شكل يعني مربعات، باش كل وحده نحط عليها هذيك سميتها هذيك البينيه. هنا راه رشيته بالدقيق، رشيت هذاك ورق الزبده بالدقيق لحقاش ما زوينش صراحه هذا ورق الزبده كيلصق. المهم راه واخا
رشيته بالدقيق. لصق لي يعني ما كيحيدش فاش جيت نقليهم، ما تحيدش ليا ورق الزبده دغيا. المهم حاولوا تستعملوا شي ورق الزبده يكون نوعيه جيده باش ما تلصقش لكم فيه العجينه، حيت لا كان يعني نوعيه غير عاديه راه كيتلصق لكم فيه العجينه، حيت غير كتخمر كتلصق لكم فيه. صافي هنايا كملت على هذا الشكل، درتهم كاملين فوق هذوك الوريقات وخليتهم هكذا واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه الا كثرتوا. يعني هذه العجينه كامله ساعه المكانه ما كتجي حتى كطيبي وكلشي، يعني ساعه المكانه غطيبي فيها وتعجني فيها وديري فيها كلشي. صافي هنايا من بعد ما خليتهم كيف ما قلت لكم غير شويه، هنايا غادي نبدا نقليهم. درت الزيت وكيف ما شفتوا معايا ورق الزبده هنايا راه ما بغاش يتحيد ليا، يعني حتى كنديرهم انا غادي نوريكم. غادي نديرهم هو الاول حتى كيبداو يتنفخوا. حاولوا تاخذوا معلقه وبقاو ترشوا ديك الزيت من فوق البنيه باش تنفخ على هذا الشكل. راه نتوما الفيديو كلشي قدام عينيكم كتشوفوا. غادي نديرهم على هذا الشكل وغادي نقلب هذيك البنيه وغادي نحيد هذاك ورق الطبخ لحقاش لصق معاه، خاص حتى طيب شويه عاد باش غيتحيد لكم. كيف ما قلت لكم الا كان ورق الزبده نوعيه جيده من الاحسن. ما بغيتوش ديروا ورق الزبده ما ديروش، غير مع العجينه كتكون شويه خفيفه فاش كتبغيو تهزوها يتخربق لكم الشكل ديالها. داكشي علاش كنحاولوا نديروا هذا ورق الزبده باش تحطي العجينه زوينه ما كيترصاوش فيها صباعك اولا شي حاجه. صافي هنايا اللي حطيتها راه كنحاول نرش عليها ديك الزيت من الفوق على هذا الشكل باش كتنفخ لينا كتعطينا داك كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه. وهنايا كنحاول فيما نقلبها نحيد لها داك ورق الزبده كيف ما كتشوفوا. المهم اللي لحتها راه كندير لها الزيت من الفوق وكنقلبها ونعاود المهم على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا راه البين يبان لكم ما شاء الله، يعني راه منفوخ اللوين ديالو هو هذاك. الزيت ما تجهدوش عليها، ما تطيبوش على عافيه مجهده، تكون يعني بين وبين باش ما يتحرقش لكم وفي نفس الوقت يجيكم الطياب ديالو هو هذاك وما يجيكمش معجن من الداخل. صافي غادي نستمروا على هذه الطريقه هذه حتى كنساليو الكميه ديالنا كامله. كيف ما كتشوفوا هنايا راه داك ورق الزبده لصق مع هذوك البنيات. من الاحسن ما ديروش اولا ديروا نوعيه جيده. كنعاود نقولها لكم لحقاش صراحه الاخر هو غير كديريه في الزيت الورقه بوحديتها كتفرق لك على العجينه، ماشي بحال هذا لصق معاه واحد اللصقه ولكن ماشي مشكل. غادي حنا غاديين معاه حتى كنحيدوه ماشي مشكل. الا وقعت يعني في نفس المشكل ما كنتوش عارفين ورق الزبده اللي زوين واللي معيان ماشي مشكل، ديروا غير على الطريقه وراه غيتحيد لكم غير يتدهن بديك الزيت راه كيتحيد. وهذا هو البيني ديالنا. غادي نكملوا على الطريقه. كيف ما قلنا راه كيخرج كميه زوينه، يعني هكذا الا كانوا جاو عندك الناس اولا غير للدار اولا غديه لشي بلاصه. انا هنا كنت ديتو عند شي ناس، يعني صايبت هذه الكميه جات زوينه هي هذيك وديتها معايا. هنايا راه لحت هاد البنيات ما كنتش درتهم لا في ورق الزبده لا حتى شي حاجه، يعني دوك اللي بقاو ليا ما درتهمش في ورق الزبده، حطيتهم غير فوق واحد سربيته. وهنايا راه كنلوحهم هما هذوك زوينين. يعني من الاحسن كيف ما قلنا الا ما كانش عندكم ورق الزبده احسن حاجه ديروه غير فوق من شي منديل ولا هذا، وفاش يخمر بداو طيبوه. وهنايا راه غاديه مع هاد البيني حتى كنساليوه نفس الطريقه كنديروا. حاولوا الزيت ما تكثروش بزاف باش فاش تجيو تهزوها بالمعلقه ما تحرقوش اولا شي حاجه تخوى لكم على يديكم ولا شي حاجه. فاش كتكون كثيره هي من الاحسن تكون فاش كتقليو شي حاجه تكون الجناب ديالها يكونوا طالعين شويه باش ديك الزيت ما هكا ما تخواش لكم. كيف ما شفتوا راه كتخوى ليا انا، راه كيبان لكم بوطاكاز يعني تخوات فيه الزيت ولكن ماشي مشكل. المهم راده البال غير مع يديا وهذا. وهذا هو البيني كيف ما كتشوفوا. من بعد ما صايبناه هنايا غادي ناخذوا من هذاك الطبسيل فاش طيبته غنديروا في هذا الطبيسيل باش ندي معايا في هذاك الطبيسيل خفيف ماشي ديال الزاج يعني غير ديال بلاستيك منها باش ما يتقلش عليا منها. مهم يعني حيت غادا بيع عند الناس. ايوا صافي هنايا كيف ما شفتوا راه كنوريكم البنيه. انا غنقطع معكم هذه تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. راه كيجي يعني مهوي خاوي كيجي بنين بنين بزاف. وكيف ما قلنا راه ساهل ماهل دغيا كيوجد ما كياخذش الوقت بزاف. صافي هنايا غادي نستفوا على هذا الشكل في هذا الطبيسيل هذا. المهم غادي نقادوه شويه باش نديوه. تقدروا ترشوه بسكر كلاصي اولا فاش تبداو طيبوه بقاو دوزوه في مرمدوه هكذا في سنيده. انا ما درت ليه حتى شي حاجه صراحه، رافقته غير مع واحد شويه ديال العسل. خديت واحد زليفه ودرت فيها شويه ديال العسل، واللي بغى العسل راه كيزيدوا ليه لحقاش هو في العجينه ديالو راه ما فيهاش السكر بزاف، راه ناقصه حلاوه. بالنسبه الا بغيتو ديروا سميتو سكر كلاصي من الفوق يعني راه مزيان، اولا العسل اولا اي حاجه بغيتو نتوما ديروا سنيده ولا اللي بغيتو
كديروه ليه من الفوق. انا خليته غير بحال هكا حيت كاين اللي ما كيبغيش بحال هكا داك السكر وداك الشيء يزيدو، كيبغي ياكل هذاك الشيء بحال هكذا. داكشي علاش صافي هنايا قديت هذا البيني على هذا الشكل في هذا الطبيصير. وهنايا ديك اللي حليت معكم كيف ما كتشوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي خاويه وكتجي يعني كيجي رطيب وكيجي زوين. والمذاق راه ما نعاودش لكم، راه اللي كلا عندكم غادي يطلب لكم المقادير، وخصوصا انه دغيا كيوجد يعني اللي لقيتو قولوا لي المقادير راه زوين بزاف، واللي كلا عندكم غيسولكم اصلا على المقادير. ايوا هذا هو البيني ديال اليوم. نتمنى الاعجاب ديالكم، اللي عجبو الفيديو ما ينساوش تبارطاجيه مع الاصدقاء والاحباب. شكرا لكم على المتابعه، وما تنسونيش من لي لايك ولي كومونتير ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده وعلى المتابعه ديالكم ليا. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.